يذكرون عن حاتم الأصم أحد كبار الأئمة من الأئمة الصالحين من رجال الرسالة، ترجم له في عدد من كتب صفة الصفوة وغيرها، ذكروا قصصه وأخباره ما كان عليه. الرجل حن قلبه سنة من السنوات إلى الحج، وما كان يمتلك نفقة الزاد إلى الحج ولا نفقة الأبناء والزوجة عند سفره، طعامهم وشرابهم ونفقتهم، ولا يجب الحج بل لا يجوز أن يسافر دون أن يبع نفقة أبنائه إلا أن يرضوا. فلما اقترب الموسم رأته ابنته حزينا باكيا، وكان في البنت صلاح وهي صغيرة. ما يبكيك يا أبتاه؟ قال الحج أقبل. قالت وما لك لا تحج؟ قال النفقة. قالت يرزقك الله. قال فنفقتكم؟ قالت يرزقنا الله. قال لكن الأمر إلى أمك. فذهبت وأخذت تذكر أمها أن الرزاق هو الله وليس الأب. في النهاية الأم والأبناء قالوا له اذهب إلى الحج وسيرزقنا الله. ترك لهم نفقة 3 أيام. ذهب هو إلى الحج، لم يكن لديه القيمة الكافية ليلتحق بالقافلة، فكان يمشي من وراء القافلة ليس مع القافلة. في أول الطريق عقرب لسعت رئيس القافلة، سألوا أيوجد من يمكن أن يقرأ عليه أن يعالج أن يداوي؟ وجدوا حاتم، نادوا حاتم الأصم فقرأ عليه فعافاه الله من ساعته. فقال رئيس القافلة نفقة الذهاب والإياب علي. قال اللهم هذا تدبيرك لي فأرني تدبيرك لأهل بيتي. مرت الأيام 3، انتهت النفقة عند الأبناء. بدأ اليوم الأول ما في طعام في البيت، بدأ الجوع يقرص عليهم، فعادوا باللوم. اليوم الثاني، اليوم الثالث، عادوا باللوم على البنت. أنت السبب، أنت التي طلبت منا، أقنعتينا بأن نأذن له. انظري الآن من أين نأكل والبنت تضحك وهي جائعة تضحك. ما يضحك ونحن نتلوى من الجوع نبكي. قالت لهم يا أماه يا أختاه يا أخي، أبونا هذا رزاق أم أنه آكل رزق؟ قالوا لها آكل رزق، الرزاق الله. قالت لهم ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق. هي تكلمهم فإذا بالباب يقرع. من على الباب؟ قالوا إن أمير المؤمنين يستسقيكم. كان في رحلة صيد الحاكم، وعند رجوعه كان قد شعر بشدة العطش، نفد الماء منهم، فقال دقوا على هذا الباب وهم داخلون يطلبوا لنا ماء. فقامت الأم تملأ لهم الوعاء بالماء من القربة وهي تقول سبحان الله، 3 من الأيام لا نجد طعاما وأمير المؤمنين يستسقينا، يطلب منا الماء نسقيه. فشرب الخليفة فوجد حلاوة في الماء لم يعهدها، فقال من أين أتيتم بالماء؟ قالوا من بيت حاتم. قال نادوه حتى أجازيه. قالوا إنه قد ذهب إلى الحج. فخلع الخليفة منطقته، المنطقة مثل الحزام من القماش الفاخر مرصع بشيء من الجواهر. خلع منطقته وقال هذه لهم، ومن كانت لي عليه يد، يعني كان يعزني يحبني يحترمني، فليخلع عليهم منطقته. فالوزراء والتجار الحاشية الكل صار يخلع منطقته. في هذا الزمان إذا رأوا المسؤول الكبير يميل إلى شخص الكل ورأوا غاب عنه. سبحان الله، النفوس البشرية في كل زمان واحدة. فتكومت هذه المناطق، فجاء أحد التجار واشتراها منهم بمال ملأ البيت ذهبا يكفيهم إلى الموت، وأعادها إلى أمير المؤمنين وإلى الحاشية تزلفا إليهم مجاملة. فاشتروا الطعام، بدأوا يأكلون وهم يضحكون، فإذا بالبنت هذه تبكي. قالت لها الأم إن أمرك عجيب يا بنيتي، قبل قليل نحن نتضور من الجوع ونبكي وأنت تضحكين، أما وقد فرج الله علينا فما لك تبكين؟ قالت يا أماه إن هذا مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، يعني الخليفة الحاكم، نظر إلينا نظرة عطف فأغنتنا إلى الموت، فكيف لو نظر إلينا الخالق؟ انظر إلى القوة التي عاشتها هذه البنت. من أين جاءت هذه القوة؟ لم يثنها تهديد الفقر، لم يثنها الواقع الذي ضغط عليها بالجوع، أكثر من ذلك لم يغيرها المحيط. الكلام هنا عن التأثر بالمحيط. لم يغيرها المحيط، لا لوم الأم لا لوم الإخوان، ما غيرها شيء، ثابتة. ولما ثبتت أثمر ثباتها أن الله أيدها بهذا الثبات، فتحولت من ملومة معرضة للتأثر إلى صاحبة عظة تعظ الذين حواليها.